عسل ينشف ريقنا. نحن ما ريقنا ده نشف يا اخي. نحن زمان لو بنلقى بضاعه زي دي كده عسل كريمه بتاع البلح، الواحد في السقط بالليل يقوم الساعه 1 2 بالليل لو اخذت منه شربه واحده. يا جرعه بتاعت عسل، يا كيه بتاعت نار اللي يكويكم، ده الشغل. معكم الآن طارق جيب الله، صاحب الكوميديا السودانية الرائعة التي أبهرت كل العالم، والعالم يعتز بي وأنا أعتز بالعالم. العالم يحبني وأنا أيضا أحب العالم، لكن يا للأسف لفقري أنا فقير والله. حقيل موز ما بلقاه، حق الدقوة بالطماطم لما أجيبه. أنا وصلت لمرحلة حرجة من عدم وجود الغذاء، عشان أنا أقدر أطلع لكم حاجة داير غذاء يكون لو معبى جبت له رسلت ما ترسلوا لي يقولوا شنو. أنا داير تعبيات حياة حلوة وحياة جميلة ترسلوا لي في صندوق عشان أقدر أغذي نفسي. هو في النهاية لو رسلتوا إلي مال هأغرضوا. السودان بقت فاتورته في الأكل مرتفع، ربع البصل ب 80,000، ربع الويكة عمل 390، حطب ناشف وجوه بصوته عمل 300. لو عايز تشتري لك دقيق قمح انت والاسره تلاقيهم داير لك لوري بتاع دقيق قمح ولوري فتريت. كلام السعوديه. فالحياه نحن هنا بقت عندنا حيز مضرك من العيش. السعوديه وش فينا السعوديه انه لك انت يا ناس السعوديه، انا الشيء اللي اطلب منكم انتوا تريدون ان تدعموني لظروفكم، لكن لو كلفتوا ذول الجبن السعوديه بمظروف طيران ماشي وجاي لحد ما يلف فيه وداني المظروف، والله اموركم في السودان كلها تتحلحل، وانا امل ذلك. انا طارق ده زول اللي عايز اي شيء في السودان والله ياخذوا لاقرش لا تعرف، بس انتوا ادعموني عشان شنو اوقف نفسي، واقدر انت لما تجوني في السودان اقدر انضم معاكم واقدر اوجهكم التوجيه الصحيح، فانتم تستفيدوا ونحن نستفيد، والفائده بين البشر من قامه الدنيا موجوده. المنافع بين البشر شيء مهم في تنميه الانسانيه، في تنميه كل ثقافات السودان او الثقافات السعوديه او الثقافات اوروبيه او ثقافات اندونيسيه او ماليزيه او كوريا. شرة قبل 25 عام تطورات الآن تطورات ملحوظة. الساحة السودانية أصبحت اليوم تتنازل وتتراجع في أشياء ما كان في البداية لها داعي. نقول هنالك دواعي، لكن الدواعي حينما يشتد ضنك العيش، حينما يشتد الوهج، حينما يشتد قلوب الناس، لسودان كان في أيدي أمينة. يعني السودان الآن بيلعب في كف بتاع عفريت. يعني العفاريت أكلوا لما شبعوا، لما ضلعهم دي اتطقطقت وما ادوا زول فرصة عشان ياكلوا ضلعة، خلوها كلها ابتهاجات ورقيص واحتفالات، ونحن نحتفل بشنو؟ نحن من قمنا غليانين وجعانين ومودكين. يعني الودك نحن عليه الغسم، يعني زي يقولوك زول ده مودك، يعني ما عندنا طريقه غير الثاني الا نكد الواطه دي والله. انضم انت. بسم الله الرحمن الرحيم. معي الاخ محمد، نحن في المنطقه الصناعيه الدامه، عنده موضوع يخصه واريد ان نناقش معي محمد. موضوع العطالة يا اخي موضوع العطالة هو طبعا موضوع حي وموضوع حي،
لابد أن الإنسان يكترث لحياته وهو يعيش أيام في هذه الدنيا. للأسف إنه معظم الشباب السودانيين عطالة لا يريدون العمل، بل يخصصون بعض العمل. قالوا له تشتغل بونا ما بيشتغل. يعني طالب جامعي قالوا له تشتغل بونا قال ما بيشتغل. قال داير شغل بارد. شغل بارد ده يقول له وين يا ولد؟ الشغل البارد احنا والله احنا وقف حالنا. والله الشغل البارد وقف حالنا. الحين يا اخي الواحد يقتنع بواقعه. شوف له مزرعه، شوف له طماطم يزرعها، يشوف له تبيش عجور. المهم يسوي له دقرداقه، يسوي له بطيخ، يسوي له حاجه عشان على الاقل يعيش. يعني انت شهادتك دي بعد ما بقت بعدين لا تموس وتشربها. الشباب انا اتحدث عن الشباب اللي قاعدين في ابو ظبي، هم شغالين، انا ما قلت ما شغالين، شغالين واي حاجه، لكن عندهم برنامج ثابت ممل للغايه. نحن بنقول لكم اللي قاعدين في ابو ظبي والشباب، نحن نفس البرنامج ده عندنا وفي بلدنا ومرتاحين، يعني مرتاحين بالحال نحن، لكن انت مغترب وبر البلاد. الشغل القهوه يا هو نفس الموضوع، الكان البارح حكون لحد يوم القيامه. أمطار غزيرة سجلت كل من أبو نعامة 6 ملم و الأكشن في الشغل. فنحن طبعا في الدامر شهدنا يوم أمس أمطار غزيرة جدا ومصحوبة بتضاريس جوية. التضاريس طبعا تهمنا أكثر. نحن في الدامر عطشنا حتى ذهب منا الظما، لكن الله سبحانه وتعالى ارتوانا من سمائه ومن سحابه ومن جوه اللطيف، ونحن نتلطف بجو يعني يكاد يكون جو شبه ربيعي. لكن حينما تصب الامطار في مدينه الدامر نجد نفسنا نحن والاهل والاحباء والاصدقاء هم، انت ما عندك كلام ترجع ورا بس تطلع المويه من حلقك يا قلبي يا منعول. فنجد نحن الجو الممطر الذي رطب لنا هذه الدنيا ونحن نتمتع بأيام الله سبحانه وتعالى. هذا جو لم يكن له مثيل في حياتنا ونحن في الدامر منذ فترة طويلة. فالجو عندنا يمثل الحياة، الجو عندنا يمثل العرس، والجو عندنا يمثل السذاجة، الجو عندنا يمثل الحماقة. فالحلة الجديدة فيها أشخاص يعني حمقاء لدرجة قف تأمل. الحماقة لا تولد غير الموت، والموت كتاب مؤجل، لكن يستعجلون الموت. أنت لا تستعجل للموت، والموت كتاب مؤجل عند الله. فحينما تأتيك الوعكة بمعنى الموت، أنت تنتظر الوعكة من الله ولا تنتظر الوعكة. فكل الناس في الدامر اليوم غيم ولم توجد شمس حتى الآن. الشمس مختفية وراء السحاب، والسحاب يمتلئ السماء، لربما أن تكون هنالك أمطار غزيرة. فالناس هنا نحن في بيت عوس، والناس أكلوا حتى شبعوا. فالعمل أيضا واجب، فالحياة واجب وعطاء، فالحياة أخذ وعطاء. فالعطاء يولد من هذا الجو، فالجو ليس جو مزاحي. الحلة الجديدة، الحلة الجديدة هي الموطن الأول والأخير والنهي والأمر والنهاية كلها في الحلة الجديدة. حي صغير مبني من الأعشاب المعدنية. رواكب كثيرة وزبالة ورفع شقيق وسقوفات البروش. دي الحلة اللي أخطب فيها أنا. معزي وشوية ضان، بقرة في حوش، 100 بيت ما فيه بقرة. بنشرب لبن البقر بالفنجان.
والله يا اولاد ناس مساكين وعلى بركه الله ماشيين، امورنا مسكسكه ليل نهار من المولى عز وجل. والما سكن الحل الجديد عمره والله لا سكن في وادي الزون ولا سكن في وادي ولا سكن في وادي وين؟ في وادي ثاني قريب الكترون. وادي وين؟ وادي الذئاب. نحن عايشين بالبركه الشديده وعايشين بالمويه السمحه اللذيذه، المويه الملونه والمويه البيضاء، مويتين قالوا ركب مويتين وقع غراك